السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله من مطبخ ام منا هنخزن الملوخية. ازاي تكون الملوخية جميلة معانا وتقعد طول السنة خضرة معانا ان شاء الله. صلوا على رسول الله. هنمسك كده كمية الملوخية معانا في طبق كبير تحت في الحوض، نملاه مية ونحط فيه الملوخية ونطلعها مرة واتنين وتلاتة لحد ما تبقى المية بتاعتها نضيفة خالص، ونفردها كده على ملاية زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. هي لسه مبلوله، انا لسه غسلاها دلوقتي على طول. ما تستنيش بقى لما تنشف، عشان لما تنشف هتتبل. في ساعتها كده تفرديها على الملايه كده وتمسكي كده عود بعود كده وانطريه كده، بينطر الميه يعتبر نشف على كده. تيجي مقطعاها كده مطلعه على الورق كده، وتيجي على الحته اللي فوق عاملاها زي الورده كده، عشان الفروع دي تخلي فيها عرق معانا. تنطروا العود كده هينزل الميه بتاعته يعتبر نشف معاك اهو، خلي بالك يعتبر نشف على كده. هتقرطفي كده الورق وتفردي برضو في ريحه كده، هيكمل لو في ميه هيكمل معاكي اهو. والحته اللي فوق تقطعها زي الورده كده بحالها معاكي كده، عشان ايه؟ تبقى فيها عرق. هتخلصي الكميه دي كلها بنفس الطريقه، تنفضيها وتحطها في ريحه. عمال ما تخلصي التقرطيف هتكون الملوخيه نشفت معانا. نشوف هنعمل فيها ايه بقى بعد كده. هنا يا حبايبي الملوخيه نشفت خالص معانا هي، فهنبدا بقى ايه؟ هنخرط الملوخيه. انا ما بحبش الكبه ولا بحب الخلاط. احنا الاول هنقطع كده 3 فصوص توم معانا كده، ثلاث فصوص توم كبار، وهنعمهم كده شويه. الملوخيه معروف الملوخيه على طول يعني مخرطه على طول، تدي طعم كويس للملوخيه سواء خزنتيها سواء عملتيها في سلطه. لكن الكبه والخلاط دي انا صراحه ما بحبهاش خالص مع الملوخيه. هي المتعامل بالمخرطه بيديها طعم جميل. ولما تبقى معاكي كميه يعني مش لازم ان انت يعني حتى لو عايزه تخزني، بدل ما هتخزني 10 كيلو اعملي 5 كيلو، ومره تانية اعملي 5 كيلو، بتبقى طعمها جميل جدا بالمخرطه طبعا. هنا يا حبايبي التوم ناعم معانا اهو، ماشي. التوم ده هنحطه على الملوخيه واحنا بنخرطها، يدي ريحه جميله جدا، تحسي ان ريحه كده حلوه جميله اهو. هنحطه كده على الملوخيه واحنا بنخرط. هو لسه هينعم معانا مع الخرط طبعا، بس احنا بنقطعه كده بس شويه. انت حاسه بقى لو الكميه كبيره انت هتمسكيها كده حبه، يعني مثلا هتقسمها كده على ايه؟ على مرتين كده، وبعدين هي طبعا بتخس معانا اهو. قسمناها كده على مرتين. هنعمل حبه دول كده الاول وندبلهم شويه كده معانا. يا حبايبي احنا قسمناهم كده اهو، قسمنا الكميه بتاعتنا نصين. مش هنعملها كلها للاخر، احنا بس هنخليها تدبل بس شويه كده. يعني الحبه دول نخليهم يدبلوا معانا شويه كده، يقلوا شويه يعني. يا حبايبي هنا دبلوا ازاي بقى؟ مع شويه صغيرين اهو معانا. ده النص الاولاني كده، ماشي. نسيبهم بقى كده ونبدأ في حبة تانيين كده على جنب اهو. نخليهم برضو يتبالوا زي دول، بعد كده بقى نلخبط مع كله مع بعض اهو. شوفوا يا حبايبي هنا شوية تانيين قلوا ازاي معانا، فهيجي بقى ملخبطين كله كده بقى على بعض، جايبينهم كده على نص الكيس على بعض. ونبدأ بقى نشتغل فيهم كلهم كده مع بعض. كل حبة هتلاقيها قلت معاكي، كل ما تشتغل فيها شوية هتلاقيها قلت معاكي على طول. قعدتي بقى تخرطي فيها كده بقى لحد ما تاخدي ايه؟ النعومية اللي انت عايزاها. طبعا احنا مش عايزينها ناعمة جامد يعني، تبقى حلوة كده واحدة. فانا هشتغل فيها كده وهوريها لكم هتوصل ايه. هنا يا حبايبي الكمية خلصت اهي كده، كويسة كده وسط، ولا هي ناعمة جامد ولا هي خشنة جامد. صلوا على رسول الله. كده خلصت معانا كده. نمسكها بقى نعبيها في الطبق ده ونشوف هنعمل فيها ايه كده مع بعض. هنا يا حبايبي الملوخية كده معانا اهي، حطيناها في الطبق. هنمسك بقى كوباية مية اهي
كوبايه ميه، هنحط فيها معلقه كربونات واحده، دول معلقتين هنحط فيهم معلقه واحده كربونات. ماشي. ونعصر برضو الليمونه دي معانا هنا. ونقلبها كده بمعلقه كربونات صغيره، معلقه واحده صغيره وعصرتين الليمونه دول. نقلبهم كده مع بعض بالطريقه دي كده. قلبناهم يا حبايبي، هننزل بقى ايه على الملوخيه كده حبه حبه كده ونقلب. في ناس بتحط شوربه بس انا ما بحبش الشوربه كده. الليمون ده هيديها لون اخضر معانا، هو الكربونات، ومش هيخليها تغمق. مهما قعدت عندك قعدت سنه بحالها في الفريزر هتبقى برضو لونها فاتح معاكي. هطريها كده بالشكل ده كده. هتحطي كوبايه الميه، لو حسيتي ان هي عايزه هتحطي لها شويه ميه تاني بقى كده من غير حاجه. هنحط بقى بقيه الميه معانا كده كده يا حبايبي. بقت بالشكل ده كده، خدت كوبايه ميه معانا بس كده. هتعبيها بقى في اكياس وان شاء الله هتقعد معاكي طول السنه باذن الله. هنسمي كده بسم الله. هنعبي بقى في اكياس كده على قد الطبخه بتاعتنا. اكياس صغيره كده على قد الطبخ. اعملوها بالطريقه دي هتقعد معاكم طول السنه ان شاء الله، خضره كده وجميله كده يا حبايبي. عبينا الملوخيه معانا اهي بسم الله ما شاء الله، لونها اخضر وجميل كده ان شاء الله تتنى معاكم طول السنه. اعملها بس بنفس الطريقه ديت. واهم حاجه بلاش الكبه والخلاط، احسن حاجه هي المخرطه للملوخيه. جربوها وقولوا رايكم ايه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.